اخر شهر ونص او شهرين في الثانويه العامه بيكونوا مربط الفرس او مفترق طريق. في ناس بتكون شغاله كويس من اول السنه وبتيجي في الشهرين دول ويقعوا، وفي ناس بتكون شغاله نص نص وبالشهرين دول بيشدوا حيلهم او بيشتغلوا صح وبيجيبوا نتيجه كويسه. اول حاجه فكره انك تقعد تظبط في جداول صعبه وانك هتخلص حاجات كتير في نفس اليوم، اول حاجه دي تضييع وقت. ثانيا هتلاقي نفسك محبط في اخر اليوم لانك ما خلصتش اللي انت عاوز تخلصه. المفروض الاولويه بتاعتك في الوقت ده تكون للمواد الصعبه او المواد اللي انت واقع فيها. يعني انت مثلا واقع في الفيزياء والعربي، دول يبقوا اول حاجه تذاكرها في اول اليوم، ساعتين فيزياء وساعتين عربي، ثم تراجع الحاجات التانية اللي انت مخلصها كويس. ولو عملت جدول حاول يكون معقول، حاجات تقدر تنفذها او حاجات انت متعود تنفذها، وزود الريتم واحده واحده. تاني حاجه هو ان انت في الفتره دي محتاج تستفاد اكبر استفاده من الوقت بتاعك. يعني ما ينفعش نكون احنا خلاص داخلين على شهر 5 وانت لسه بتنزل 3 4 دروس في اليوم. رقم واحد، الوقت اللي ضايع في المواصلات ده انت محتاج. تاني حاجه، رحت الدرس ما تعتبرش مذاكره. المذاكره لما بتقعد على المكتب بتاعك وتفتح كتبك وتخلص اللي وراك. انت المفروض في الوقت ده انت بتروح الدروس اللي انت محتاجها او الدروس اللي انت متاخر فيها. اغلب المواد بتكون خلصتها انت على شهر 3، فما ينفعش يبقى بتروح فيزياء وانجليزي وعربي وكيمياء. الوقت ده المفروض تقلل الدروس للمواد اللي انت محتاجها فعلا او المواد اللي انت متاخر فيها بس. لكن دروس عمال على بطال في الوقت ده بصراحه تضييع وقت. ده غير ان دلوقتي اغلب الدروس متاحه يوتيوب من مدرسين كويسين قوي. وفي نصيحه، قناه مصر التعليميه بتجيب مراجعات حلوه قوي وقت الامتحانات او في الفتره ديت، فاولى ان انت تشوف الحاجات دي وانت قاعد في بيتك وتستفاد منها وتوفر وقت وتوفر جهد. حاجه طلبه كتير بتقع فيها في الوقت ده بالذات هو احلام اليقظه، اللي هو يقعد يحسب الدرجات، والماده دي لو نقصت فيها 5 والماده دي لو قفلتها هيحصل ايه، طيب لو جبت هنا درجتين وهنا نقصت درجه. ده كلام فاضي. حاجه كمان، ما تقعدش تفكر كتير في الكليات وتحلم بقى وكليه الطب وانا لو دخلت هيحصل كذا او لو رحت كذا هيبقى الموضوع بالشكل الفلاني. وحاجه كمان، المسلسلات الطبيه زي جوست دكتور وجري اناتومي والكلام، مش ده وقت وخلاص. انت دلوقتي تذاكر بس. انا عارف ان التخيلات دي بتحطك في مود حلو وبتلاقي نفسك مبسوط، بس هتفوق تلاقي نفسك لسه ما خلصتش اللي المفروض تخلصه، والنتيجه ساعتها مش هتبقى لطيفه. رابع نصيحه هي حاول تنام بدري وتصحى بدري. والله هو مش كلام انشا، فتره من 10 ل 4 او 10 ل 5 دي لازم تكون نايمها. الميلاتونين بيتم افرازه في جسمك في الوقت دوت، فانت تستفاد بالنومه. الناس اللي بتسهر تذاكر دي بتفرتك الساعه البيولوجيه بتاعتها. يعني انت الساعه 1 او الساعه 2 بالليل صاحي بتذاكر، باقي اليوم هتلاقي نفسك همدان وتعبان ومش قادر تعمل حاجه. ما تنساش ان احنا قايلين ان انت محتاج تستفاد اكبر استفاده من الوقت بتاعك. لما تبقى صاحي الساعه 4 وتصلي الفجر وتبتدي تذاكر، هتلاقي نفسك الوقت اللي بعد الفجر ده بتخلص كميات كبيره في وقت قليل جدا. وقت بيكون فيه بركه. انا لحد دلوقتي اهو خلصت كليه، ورغم ذلك وقت الفجر ده او بعد الفجر بقوم اخلص فيه المصالح او الحاجات المهمه اللي عايز اخلصها وتخلص بسرعه. فبليز حتى لو انت مش متعود، حاول الفتره الجايه تظبط نومك. البرودكتيفيتي بتاعتك هتعلى، ذهنك هيبقى صافي اكتر، هتلاقي نفسك بتخلص وبتنجز اللي انت عاوز تخلصه. خلاصه الفيديو ان اول حاجه تحط جدول تقدر تمشي عليه وتزود الريتم واحده واحده. تاني حاجه، حاول تستفيد من الوقت بتاعك قدر الامكان. تالت حاجه، بلاش احلام اليقظه. رابع حاجه، نام كويس وكل كويس، وحاول الفتره الجايه تمشي على روتين صحي كده، وشد حيلك كده وحط هدفك قصادك وهتلاقي ربنا بيكرمك.